واحد مش عارف يقول ايه الصراحة. الاهلي وشباب بلوزداد، الاهلي تعادل في ماتش غريب جدا، يعني ماتش سهل اوي، مش عارف اقول حاجة غير الاهلي بيلعب شباب بلوزداد. احترامي طبعا للفريق، بس اقل حاجة الماتش ده 2-3-0 بالراحة من غير تعب او اي مجهود، 2-3-0. لكن الماتش يطلع 0-0 وانت عمال تضيع الكور دي بطريقة غريبة، والشوط التاني ما شفناكش، يعني الشوط التاني مشفتش الاهلي خالص غير في كورة كهربا وحسين الشحات بس. وكله بيحاول يعملوا عرضيات ومفيش اي اختراقات كانت من نص الملعب او اي حاجة، كلها عرضيات، وكل شوية شباب بلوزداد ياخد الكورة. هو في ايه يعني بجد؟ هو في ايه؟ محدش فاهم، انا مش فاهم حاجة. محدش فاهم تغيير امام عاشور. امام عاشور نزل الملعب، اول ما نزل عمال يجري في كل حتة، انا مش فاهم هو كان بيعمل ايه، يعني عمال ينزل في كل حتة ويجري. هو الكورة مش كده يا جدعان. اه انت عندك يا عم عايز تثبت انت تمام وتجري، بس لا مش كده، مش كل شوية تجري على كل كورة، مفيش الكلام ده. ومودست بصراحة يعني حول ولا قوة، يعني مش فاهم. انا مش فاهم الصراحة هو بيعمل ايه لحد دلوقتي. هو انا مشوفتش منه حاجة، يعني مش عارف، مشوفتش منه اي حاجة خالص. يعني واحد جاي من دورتموند المفروض ياكل الناس، أنا مش شايف منه اي حاجة خالص غير ان هو مش قادر يجري.